برأيكن شو سر لون كعك العيد الذهبي اللي برجعنا لأيام زمان؟ اليوم مو بس رح نعمل كعك، رح نرجع لأيام كنا نجتمع بالمطبخ كلياتنا، واحد بيعجن وواحد بيقطع وواحد بيشكل، وواحد بيكون جنب الفرن عم يستنى أول صينية تطلع ليدوق أول كعكة. هي الوصفة فيها سر القرمشة واللون الذهبي والكعك الدايب ذوبان بالتم. كل بيت كانت عنده هاللحظة قبل العيد، كانت ريحة البهارات والكعك تعبي البيت والحارة، والكل يسأل بيت فلان خلصوا كعك ولا ما خلصوا. وأول خطوة لنجاح الكعك هي البهارات. خلطت كيلوين طحين مع البهارات، وهي البهارات هي اللي بتعطينا النكهة اللذيذة للكعك. ضفت معلقتين كبار من بهارات الكعك الجاهزة، وملح وسمسم محمص هو بيعطينا نكهة طيبة، ويانسون وحبة سودا. لا تكتروا بهارات جاهزة لأني بتخلي لون الكعك يصير غامق. وأهم خطوة اختاروا نوع السمنة يكون طيب لأنه حيفرق بعد ما ينخبز الكعك. فيكن تستبدلوا السمنة بالزبدة وتضيفوا معاها زيت. الكيلوين طحين بياخدوا كيلو، سواء كان سمنة مع زيت أو زيت مع الزبدة. وأهم خطوة الطحين بنفركه مع السمنة والزيت لحتى يتشرب الطحين كل حبات السمنة ويعطينا نكهة طيبة. وهي الخطوة هي اللي بتخلي الكعك يطلع مقرمش وناعم ودايب ذوبان. بعد ما ضفت الزيت كمان بفركه مع الطحين لحتى كل حبات الطحين تشرب الزيت. طبعا خلوا كمية السمنة أكتر من كمية الزيت لحتى تحصلوا على هذا اللون الذهبي الحلو. آخر شي بعد ما حصلنا على الطحين الرملي تقريبا، بضيف نص كاسة زيت الزيتون بتعطينا نكهة وطعم خرافي. بهي المرحلة فيكن تتركوا الطحين يتشرب كل النكهات، وبعد ساعة ساعتين تعجنوه. وهلا بنضيف معلقة سكر صغيرة ومعلقة خميرة فورية، أنا استخدمت معالق الشاي. وهلا بختبر الخميرة بالمي الدافية. ملاحظة الخميرة ما بنضاف إلا مي سخنة، لازم تكون المي دافية دفيان. هلا مرحلة العجن، بضيف الخميرة يلي تفاعلت، وبنفس الكاسة بضيف كاسة مي دافية. بضيف المي بالتدريج ونبلش منعجن. بضيف كاسة المي التانية بالتدريج. بشكل عام إذا كانت المقادير مظبوطة كل كيلو طحين بياخد كاسة مي حسب نوع كل طحين، بجوز تضطروا تضيفوا نص كاسة تانية. والسؤال اللي كان يحيرني زمان، شلون بدي أعرف إذا مية الكعك كافية أو لا؟ أمي كانت تقلي إذا شكلتي قطعة كعك وتشكلت معك بكل سهولة معناتها المقادير مظبوطة والمي كافية. وإذا كانت عجينتكن قاسية معناتها مقللين سمنة أو زيت، وإذا كانت عم تتشقق بيكون ناقصها مي. ومن هداك الوقت وأنا بطبق نفس الملاحظات اللي أخدتها من أمي. وأحلى لحظة كانت بعد ما ترتاح العجينة ونبلش تشكيل. الأم بتقطع العجينة والولاد بشكله، وكل واحد بيقول للتاني كعكاتي أحلى من اللي عندك. طبعا إذا العجينة مرتاحة بتتقطع بكل سهولة. وهلأ بدنا نشكل الكعك بشكله المدور الحلو. وكعك العيد ما بيكون كعك إذا ما شكلناه بهالطريقة البسيطة اللي كلياتنا بنعرفها من أيام الطفولة. التشكيل كتير سهل وبسيط، بنفرك بكف الإيد
وهي أول صينية جاهزة رح ندخلها على الفرن المحمى مسبقا. ضروري يكون الفرن محمى قبل بوقت. إذا دخلت الصينية على الفرن وهو بارد رح تسيح السمنة وبعدين بصير الكعك قاسي. في شخص كان هو دايما مسؤول عن الفرن، وواحد تاني بيقعد جنب الفرن مو لحتى يطلع الصواني، لحتى ياكل أول كعكة. كتبولي بالتعليقات مين منكم كان يقعد جنب الفرن لياكل، ومين كان يبرك جنب الفرن لحتى يطلع على الكعك. شوفوا اللون، هاد لون كعك العيد الحقيقي، لونه ذهبي وريحته عبت البيت. وأحلى لحظة بعد ما نخلص كل كمية الكعك. سمعتوا صوت طقة الكعكة؟ شفتوا القوام؟ مقرمش من برا وناعم من جوا، واللون غرام. كعك العيد مو بس وصفة، هو ذكريات ولمة العيلة. كتبولي بالتعليقات بتاكلوا الكعك لحاله ولا بتحبوا تاكلوه مع الشاي؟ إذا حبيتوا الوصفة لا تنسوا تشتركوا بقناة حكاية في طبق، لأنه كل وصفة عنا لها حكاية.